السلام عليكم حبيباتي، ان شاء الله تلقاكم لا فيديو هذه كامل بخير. عواشركم مبروكين، عاشوره مباركه. كل عام وانتم بخير، كل عام وصحتكم بخير يا رب. جيت نطلع لكم فيديو جديده ومتنوعه اللي فيها افكار وفيها وصفات. نقولكم بقاو في المتابعه، ما تبخلوش عليا حبيباتي بجام كومونتير لا فيديو. هنايا كنت دخلت للكوزينه بعد ما ديسيديت واش نطيب العشاء، قلت ديريكتومون نروح ندير شويه نيتواي الحاله ومن بعد نبدا نطيب العشاء. هنايا بديت ديريكتومون بالمقلاة الهوائيه، قلت نيتواييها باسكو توجور نقول اليوم نيتواييها ونعجز عليها. اليوم غير تفكرتها بديت بها هي الاولى. هنايا كيما راكم تشوفوا حبيباتي استعملت لو برودوي تاع ايا كلين. هذا لو برودوي يعني ماشي غير خطره اللي استعملته بليزيور فوا. حبيت نشاركو معاكم ونمد لكم رايي فيه بعد ما استعملته. عجبني بزاف، فريمون هايل اللي ينظف الاوساخ، ينحي لي دام. يعني يساعدك في التنظيف، ما يخليكش تحكي بزاف وما يخليكش تتعبي بزاف. هو برودوي ملتي سيرفاس، يعني مام في ليكيبي مام في لاو تقدري تستعمليه، مام في الفريجيدير تاعك، يعني وين ما حبيتي تنظفي به. اللي عندهم مامسي اللي عندهم لالرجي من لي برودوي ولا هاد، نقول لك هذا منتوج طبيعي 100% وافيكاس، يعني يمد لك نتيجه مليحه وينقص عليك التعب. هنايا كيما تحبوا تستعملوه في لي باسكات تاني تمسحوا به، يعني حاجه بيضه تخرج تولول بلا تعب بلا شقا، يعني غير ان مشيت وانتي فريتها. ما من اللي عندهم الجالاكسي هذه في لاكويزين تاعهم، نقول لكم تساعدكم بزاف بزاف، راح تخرجها تلمع، تنحي لها هذيك الشهوبيه اللي فيها، يعني تخرجها تلمع. بزاف هاي لو برودوي هذا ماشي بيبليسيتي، يعني انا الحاجه العفسه اللي نجربها، البرودوي اللي نجربه نصيب فيه منفعه، يعني نقص عليا شغلي، يخليني نحس هذيك الحاجه نضافت، يعني بلا ما تعبت روحي فيها. نحب نشاركها معاكم، نحبكم تستفادوا كامل. اي فوالا، هنايا كملت المقلاة الهوائيه تاعي، مسحتها كامل بالبرودوي هذا، كنت غسلتها من الداخل تاني، درت لها رغوه تاع الايزيس هذيك وكملت غسلتها تخي بيان كيما شفتوني مقبيله. شتيت لافيت هذيك، يعني ما قعدتش نزير عليها باش ما تخبش ليش الداخل، يعني قعدت نمسح فيها غير بالعقل. وشوفوا خرجت بزاف هايله، خرجت نظيفه، مام هذوك لي دام تاعها تنحاو كيما على بالكم، باسكو هاد المقلاة الهوائيه نديرو فيها كل شيء شغل. انا نستعملوها يوميا، يعني نديرو فيها الفلفل، نديرو فيها لي فريت، نحمرو فيها الدجاج، نديرو فيها لي بان دومي، يعني كل حاجه تندار فيها، ولينا شغل ما نقدروش نستغناو عليها. ما مسيك شغل نقصت علينا بزاف حاجات. وهنايا فوالا بعد ما كملت المقلاة الهوائيه تاعي، جيت قلت نزيد نمسح الكويزينيا، باسكو على بالكم بلي كي نكمل مع الطياب وسخانه هذيك على بالي بلي نعجز، تما توجور نبدا بالكوزينه نيتواييها ومن بعد نروح نطيب. حبيباتي انا نيتوايي في الكويزينيا ونخدم في شغلي، قلت نفتح قلبي معاكم، نهضروا شويه على يومياتنا، نهضروا على حاجات استعملناهم وفادونا، يعني كل وحده عندها تدبيره ولا جربت منتوج وفادها تشاركوا معانا باش نستفادوا كامل وتستفادوا كامل. يعني وش هي الحاجه اللي معاونتكم ومنقص عليكم، كيفاش تنظموا وقتكم، كيفاش ديروا باش تلحقوا على كل شيء، يعني كامل خلوا رايكم في التعليقات. كل وحده ولا روتين تاعها، كل وحده واش تستعمل، يعني كامل عندنا دي زيدي نفيدو بهم بعضانا، وحده ما تبخل على اختها. حبيبتي انا بيرسونالمون قسم شغالي، ما نخدمش كل شيء ضربه واحده، يعني باش ما نحسش بلا بريسيون هذيك. مي الحاجه اللي تعلمتها انه ماشي لازم يكون كل شيء كامل، ماشي لازم يكون كلش مثالي باش نحسوا بالراحه. دي فوا غير حاجات صغار نديروهم يفرحونا ويطلعونا المورال. لانه انا نشوف بلي اهم حاجه هي لا سونتي تاعنا، يعني حاجه ما تعوض الصحه. كيما يقولك الدار غولة، يعني خدمتها تانيك ما تكملش، تخدمي اليوم حاجة ما تخدمي ألف حاجة اليوم، غدوة تلقاي حاجة أخرى تستنى فيك، يعني ما حاش تقعدي ولا راح تروبوزي لو كان تتبعي الخدمة والشغل وكامل. سي بوغ سا الواحد لازم يمد وقت الروح، ولازم يقعد شوية، نخرجوا شوية، نبدلوا شوية جو، يعني ماشي الواحد غير يقعد غير الخدمة في الدار والشغل، يعني حتى وين يطيح المورال تاعو، وين تولي حاجة صغيرة ما نقدروش نخدموها. ما مسحنا كي نشوفوا الحاله منظمه وكل حاجه في مكانها وكل حاجه تولول، نحسوا روحنا مرتاحين اكثر واكثر. النفسيه تاعنا تتبدل، دي فوا نكونوا تعبانين ويكون المورال تاعنا حابط، نحبوا نخدموا شويه ونرتبوا غير باش نطلعوا المورال تاعنا. ما من الواحد كي يتفرج دي فيديو فيهم طاقات ايجابيه،
كي يتفرج دي فيديو تاع ميناج تاع تنظيف، رايحه تموتيفا، يعني تولي عندك القوه باش تنوضي تخدمي وترتبي وتطلعي المورال روحك. يعني احنا الاحساس اللي نحبوه بزاف بعد ما نكملوا شغلنا ونقعدوا ونشوفوا كل حاجه مستفه، كل حاجه نظيفه، كل حاجه في مكانها، كل شيء مرتب. يعني هادو الحاجات اللي يخلونا احنا المورال تاعنا يتبدل والنفسيه تاعنا ترتاح اكتر واكتر. وكاين حاجات صغار احنا نشوفوهم حاجات صغار، مي مع الوقت نعرفوا بلي هادو هما الحاجات اللي يصنعوا لنا الجو، هادو الحاجات اللي ينحوا لنا الطاقه السلبيه من الدار. اي فوالا حبيباتي، ما ننساوش انه الحياة هذه راهي تجري. سي بوغ نحاولوا نعيشوا كل لحظة نحمدوا ربي على النعمة الصغيرة والكبيرة. وكل يوم جديد هو فرصة باش نبداو بطاقة احسن وافكار اجمل. والحاجة اللي لازم نعرفوها كامل انه الدار المليحة ماشي اللي لازم يكون فيها كامل وسائل الراحة. نو، الدار المليحة هي اللي يكون فيها المحبة، يكون فيها الاهتمام. دونك حبيباتي، هنايا راح نوريكم كيفاش درت اللحم تاعي، كيفاش يجي معسل، كيفاش يجي مجمر ويجي بنين، يجي بزاف هايل. هنايا كنت دوزنتو نهار من قبل، كنت ربيت فيه حبه تاع البصل تكون مليحه، درت فيه شويه تاع فلفل عكري، شويه تاع طوماط كونسيرف، شويه تاع الملح. ما نديروش الزيت كيما على بالكم، الزيت راح تعزل هذيك التتبيله، ما تخليهاش تدخل لنا في لي مورسو تاعنا تاع اللحم. يعني نخليوها، ما نديروهاش، نخليوها نطيبوا بها برك، ما نديروهاش في التتبيله تاعنا. وهنا كنت جبت لاكوكوت، لازم نديرو في لاكوكوت، هي سر البنه تاع اللحم تاعنا. لهنا اللي عندهم الاحسن تكون لاكوكوت تاعهم كبيره يديروا كبيره خير، باسكو باش يكون عنده لي سباس، يعني باش يتجمر لكم مليح. هنا حبيباتي تبعوا لي برك لا فيديو، شوفوا لي كيفاش رايح يجي، راح يطيب غير في البخار تاعو ويجي طري، يجي بزاف بنين، يطيب زبده. كاين اللي مرقوه ما راحش يتحصلوا على الذوق هذا، ما راحش يجي معسل. هذا الذوق مختلف وبنه هبال، مام هذيك لاصوص اللي تقعد لكم تقدروا تطيبوا بها واش حبيتوا. انا هذيك لاصوص كنت طيبت بها المرقه تاع طعام، جات بزاف بنينه. اللي ما جربتش الوصفه هذه نقول لك حبيبتي راكي مراطيه البنه، راح تولي معتمدتها في وصفاتك وما حاش تندمي عليها. انايا في جفنا كنت بعد ما شمخت الطعام تاعي وغسلته وجيت درتو ينشف وخليته. وهنا حبيباتي بعد ما قلينا اللحم تاعنا على نار تكون قليله، جبنا المقطع تاع لاكوكوت وراح نغلقوه مليح. هنا لازم نشوفوا لاكوكوت تاعنا لازم ما تكونش تخرج لنا هذاك الماء، باسكو هذاك الماء هو اللي راح تطيب فيه، يعني هذاك البخار هو اللي راح يتلايم باش يطيب فيه اللحم تاعنا. كنا غطيناها مليح. من جهه جيت المرقه تاعي بعد ما قليتها مليح، بعد ما قليت كل شيء فيها، جيت باش نمرق. وهنايا المرقه تاعي كنت درت فيها غير مرصو تاع اللحم كيما شفتوا، لي مرصو الاخرين راح نجمرهم، كنت هذاك المرصو درته غير باش يطلق لي البنه. من بعد كي نجي نجمر اللحم تاعي راح نخلي شويه تاع لاصوص نضيفها في المرقه باش تجيني بنينه. كيما قلت لكم رايحين تشوفوا هذاك لاصوص هذيك تاع اللحم، كوم سي درتي لها الماء وانتيا ولا قطره تاع ما رايحه تشوفي كيفاش تجيك. شوفوا هنايا ما تامنوش، يعني كي تشوفوا ما تامنوش اني ما درت لهاش الماء، شوفوا كيفاش يعني ما درت لها ولا قطره تاع ماء. يعني هذه لاصوص هي اللي راح تخلي اللحم تاعكم يجي معسل ويجي طري. ابخي جبت كسرونه كانت شويه واسعه على لاكوكوت اللي طيبت فيها، نتوما من الاحسن ديروا كسرونه كبيره على هذه اذا عندكم، انا هذا واش كان عندي. درت فيها لي مورسو تاع اللحم، ما درتهمش كامل، هنا راح نجمرهم بالنص. درت الغراف الاول تاع لاصوص ونزيد الغراف الدوزيام، هنا لاصوص هذيك اللي طابت فيها من قبل. وهنا يا حبيباتي النار تاعنا ما تكونش قليله بزاف، هنا نزيدوا لها شويه لانه اللحم تاعنا راه طايب. يعني هنا غير بهذيك لاصوص غير باش يتشربها اللحم نزيدوا لها شويه، مامسي اللحم باش ما يتفتتناش باش ما يطيحش. شوفوا لي هنا بعد ما تشربت هذيك لاصوص، شوفوا اللحم تاعي كيفاش جا معسل، جا يذوب في الفم، واش نقول لكم، بنه ولا اروع. على بالي بلي لو كان تجربوا هذه الوصفه ما حاش تندموا عليها، ما تكون عندكم عرضه ولا تحبوا تحمروا اللحم بالطريقه هذه. بزاف بنين يحمر لك وجهك، رايح يعجبهم ويعجبكم كامل. شوفوا لي كيفاش جا الشكل تاعو يعطيك الخبر. جا طري بزاف، البنه تاعو بزاف هايله. اي فوالا، هنا دوك تشوفوا كي نحي معاكم مرصوص صغير كيفاش راح تشوفوا كيفاش طاب الداخل. يعني طاب طري، جا بزاف هايل. وهذيك لاصوص اللي كنت جمرت فيها اللحم وكانت قعدت لي، كنت درتها في المرقه تاعي باش تجيني المرقه بنينه كيما شفتوا مقبله. المرقه كنت درت فيها غير مرصو تاع اللحم. فوالا، كان هذا هو عشانا تاع نهار عاشوراء، كنا درنا طعام بالمرقه واللحم كيما شفتوا. كاين كل واحد واش يحب يطيب في المناسبات الدينيه هادو، كاين اللي يحب يدير شخشوخه، كاين اللي يحب يدير رشته، يعني كل واحد واش يحب. شهيتكم في الجنة إن شاء الله. كيما على بالكم بعد العشاء نحبوا ناكلوا ديسير، نحبوا حاجة تبرد على الخاطر.
كانوا صايمين نهار عاشوراء، نقول لكم صيامكم في الجنة ان شاء الله، ربي يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. اي فوالا، هنا كملت قطعة الحبيبة ديالي تاع البطيخ، كنا ختمناها في السهرة بحاجة حلوة، بحبيبة تاع باتيسري. نقولكم حبيباتي ربي يحل ايامكم ان شاء الله. ماشي لازم كل حاجة نخدموها في الدار، منين داك نفرحوا رواحنا بحاجة واجدة من برا تجينا على غفلة. هنايا شوفوا حبيباتي، كنا لحقنا نهاية لا فيديو، ان شاء الله يكون نال الاعجاب ديالكم. ما بقى لي غير نقولكم بقاو على خير، تهلاو في روحكم، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.